يا ابن زايد، من يناجز الله يغلب. ربما تحرق نارك هذه السودان وتستلمه أرضا بلا سكان وتعيد توطين من تشاء فيه. ربما ينجح مخططك، فأنت دخلت التاريخ وقد نجحت وأزحت ابن العلقمي ونلت مقاما لم يبلغه أحد في التاريخ الإسلامي. لم يطعن أحد المسلمين كما فعلت، ولغت ورجالك في دمائهم بدءا بسوريا ثم ليبيا واليمن والسودان. ولم يسلم منك حتى الروهينجا في بورما وأنت تناصر البوذيين فيما يفعلونه بهم. ولم يسلم أهل غزة منك وأنت تناصر اليهود عليهم. لم يسلم منك مسلمو الصين وأنت تحرض عليهم. لم يسلم منك القطريون ولم تراعي الجوار وصلة الرحم وأطبقت عليهم الحصار. ولن يسلم منك السعوديون وبينك وبينهم ثأر وقد حاصرتهم في اليمن جنوبا وتود أن تحاصرهم عبر السودان غربا. لن تسلم منك مصر فأنت لن تطمئن، ومصر قلب هذه الأمة حية ومتماسكة. في كل بلد لمعركتك اسم، فهي مرة ضد الإخوان المسلمين ومرة ضد المتشددين ومرة خوفا من أن يتحولوا لمتزمتين. إلا أن أفعالك تدل أن حربك ضد الإسلام، ضد الله ورسوله، ويشهد على ذلك إعادتك للأصنام في جزيرة العرب وبناؤك للمعابد وتقييدك للمساجد. ويقيننا أنك خاسر في الدنيا والآخرة، ويقيننا أن الله يمد لك مدا وسيأخذك أخذ عزيز مقتدر. فلا تغرك النجاحات في التدمير والتشريد والإرهاب. يا محمد بن زايد، أنت شريك ورجالك في كل قطرة دم سفكت، فاستعد للذين سيقفون خصوما لك أمام الله عز وجل. يا محمد بن زايد، أذكرك ببعض قائمة طويلة تنتظرك لتقتص منك في الدنيا أمام الله بالدعاء، فأنت خصيم كل حرة اغتصبت. فقد أمرت بجعل الاغتصاب سلاحا مسلطا على المدنيين العزل لتخويفهم وتركيعهم. وكان بعض جماعات الميليشيا يقفون خارجا وزملاؤهم يغتصبون ويعتذرون أنهم لا يستطيعون التدخل لأن هذه هي الأوامر. يا محمد بن زايد، أنت خصيم أمام الله لكل الآمنين الذين روعوا وهجروا من بيوتهم وقتلوا ونهبت أموالهم. فالأمر أمرك، وما الميليشيا والمرتزقة إلا يدك الباطشة. ووالله لو شققت السودانيين بالمناشير فهم على الحق وأنت على الباطل. كم ستعيش أنت وإخوتك ونسلك؟ لن تعيشوا أكثر مما عشتم، وعند الله تجتمع الخصوم. ستجد جميع ضحاياك هناك، ستلقاك الدماء والأعراض، سيلقاك المظلومون. يا محمد بن زايد، لن تهنأ بيوم راحة ولا نوم ليل، سيكون ضحاياك هم كابوسك. فكم من سعيد بن جبير بين أهل السودان قتلته، وكم رابعة بينهم انتهكها جندك وقتلوها. يا محمد بن زايد، وعزة الله ربنا ورب العالمين الذي لا يرد دعوة المظلوم، ليرينك الله قبل موتك ما يشفي صدور المسلمين، وليجعلنك آية تسير بذكرك الأجيال. ونقول لك ما قاله أجدادنا لفرعون: قالوا لن نكثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يا ابن زايد، قال نبينا الصادق المصدوق: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت. فكن كما شئت، كما تدين تدان. فاختر أي الطرق تسلك، فالذي بيننا وبينك حق وباطل، وإن الباطل كان زهوقا.